السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ زي ما انتم شايفين هنعمل النهاردة كشري المصري، ما شاء الله شكله روعة. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو بتاعنا. عندي هنا بصل متقطع شرايح كده صغيرة، ومعلقتين كبار من الدقيق، كمية كبيرة من البصل. تمام. والدقيق هنا فايدته ان هو يمتص الرطوبة اللي في البصل. ده اول حاجة هبدأ بيها. ليه؟ لان الزيت اللي هستعمله في البصل هنا هعمل بيه كل الحاجات اللي هعمل بيها الكشري. تمام. هنا بنزل البصل في الزيت، لازم الزيت يسخن معايا يا جماعة اهو. طبعا ده بعد ما خليت البصل بالدقيق تقريبا كده 10 دقايق بالشكل ده على نار متوسطة، والزيت يبقى سخن واحمر البصل. عندي هنا في حلة تانية فيها شوية مية، خلاص مقربة ان هي تغلي. حطيت العدس الاسود بتاعي، يدوب هديله غلوة بسيطة بس. في ناس بتنقعه في مية مغلية وتسيبه، لا انا هديله غلوة بس على البوتاجاز. وهنا جبت المكرونة الصغيرة بتاعتي، هضيف لها شوية كده من المكرونة الاسباجيتي، بحب اضيفهم الاتنين على بعض طبعا في مية مغلية، وبضيف ملح. وهنا ما بضيفش زيت للمكرونة، واقلب كده المكرونة. والمكرونة هسويها 3/4 سوا يا جماعة. وادي الملح بتاعها. معلش الكشري بياخد وقت شوية، بس ما شاء الله في النهاية طعمه بيبقى خطير. ادي البصل بتاعي بدأ يتحمر من الجوانب، هقلبه كده عشان كله يتحمر وياخد نفس اللون. هنا البصل بتاعي انا مش محمراه قوي، هي بس الكاميرا ظلماه، لان لما هطلعه من الزيت وهسيبه شوية هياخد لون اكتر. فتقريبا بطلعه لونه ذهبي، واطلعه على مصفى كده، ما طلعوش على مناديل علشان ما يبقاش طري. لما اطلعه على مصفى ويصفي الزيت بتاعه بيبقى مقرمش بالشكل ده. انا لا ضفت للبصل لا سكر ولا ملح زي ما بعض الناس بتضيف له، بس ما شاء الله طلع مقرمش. ادي بداية بقى استخدامات الزيت اللي انا عملت فيه البصل. جبت حلة كده صغيرة، حطيت فيها شوية من الزيت. هنبدأ نحط فيها ايه؟ هنعمل هنا الصلصة. حطيت فيها بصلة متقطعة قطع صغيرة. صلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هقلب البصلاية دي وتتشوح كده شوية بالشكل ده اهو. هضيف لها بقى فصين توم 3 كده متقطعين او مفرومين صغير خالص، واقلب ده كله مع بعض، مع اضافة بقى بعض التوابل اللي هي ايه؟ اهم حاجة عندي هنا هضيف الكزبرة. الكزبرة الناشفة بتدي طعم جميل للدقة دي. الصلصة يا جماعة الاول هنا حطيت الخل، طشيت بيه البصل والثوم اللي عندي، وبعدين هنزل بقى بالكزبرة الناشفة. يا ريتكم شامين معايا الروايح، ما شاء الله فظيعة وجميلة جدا، بسم الله ما شاء الله. حطيت هنا معلقتين صغيرين كزبرة، وادي معلقة كمون، وادي الملح، واقلب ده كله مع بعض. دي صلصة الكشري يا جماعة. انا عندي هنا طماطم فريش عصرتها في الخلاط وصفتها. انا دايما بحب اصفي الطماطم، وحطيتها على الخلطة اللي عندي ومع 3 معالق كبار من الصلصة، واضيف ده كله للخليط اللي عندي مع التقليب بالشكل ده. هسيبها بقى تتسبك مع بعضها. في حلة تانية هجيب برضو معلقتين من الزيت و احطهم كده. شوف هنعمل ايه بقى دلوقتي. هنحط تقريبا المكرونة
ايوه المكرونه اللي انا سلقتها اللي هي الصغيره مع الاسباجيتي هحطها مع شويه زيت، لان انا هنا بصراحه مكتره الزيت عشان يغلف المكرونه كلها وما تبقاش معجنه. واقلب ده كله مع بعض. انا سويت المكرونه 3/4 سوا، وهحطها كده على نار هاديه تحت فوق الشياطه كمان، واسيبها شويه تكمل سواها مع نفسها. هقلبها واغطي عليها واسيبها. هنا ضفت لها كمان معلقتين من الزيت علشان تبقى مفلفله كده مع بعضها مش معجنه بالشكل ده. هغطي عليها بقى واسيبها. الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل الدقه. لا ده الرز يا جماعه. هنا جبت برضو حله كبيره شويه، حطيت فيها شويه من زيت البصل، شفتوا احنا استخدمناه في كل حاجه ازاي، وحطيت عليها شويه من الشعريه، وهقلب ده كله مع بعض بالشكل ده ولغايه ما الشعريه تاخد لون ذهبي مش بني علشان ما يبقاش غامقه خالص. هضيف لها العدس الاسود او العدس بجبه اللي احنا ادينا له غلوه بس وصفيناه، غلوه واحده بس، دقيقه بس على النار وصفيناه وغسلناه بشويه ميه ساقعه. هقلب العدس مع الشعريه بالشكل ده واكون مجهزه الرز بتاعي. تمام. هجيب الرز اللي انا غسلاه ومصفياه وهحطه على الشعريه والعدس بالشكل ده. واقلب ده كله مع بعض. ما شاء الله شكله رائع يا جماعه. انا عارفه انه بياخد تعب ومجهود الكشري المصري، بس بصراحه كل الناس بتحبه اذا كان كبار ولا صغيرين. هضيف للرز هنا ميه مغليه. طبعا الميه تبقى زياده عن الرز بمقدار سنتي او عقله صباع. انا هنا لقيت الميه مش كتيره، ضفت لها شويه كمان اهو. هنا ضفت الملح. هي انا رحت فين يا جماعه؟ اهو جيت. زودت الميه بتاعه الرز ونقلب كده الرز ونغطي عليه لغايه ما يستوي. هنا بقى في كزرونه صغيره اخر شويه زيت باقيين من البصل. حطيت هنا ايه؟ فصين توم صغيرين كده على قرن فلفل، فلفل هنا حامي. دي ايه؟ دي الدقه بتاعت الكشري. واديهم كده تشويحه مش تحميره. طبعا اللي عندهم القولون يمتنعون عن مشاهده هذا الفيديو علشان ما يتعبوش طبعا. اشوح الفلفل مع الثوم، واكون هنا مجهزه عندي 3 ليمونات. تمام. بعصرهم هنا. طبعا يعني البوتاجاز دي هاديه يا جماعه عشان ما تحرقش الثوم بالفلفل بالشكل ده. هنحط ايه الاول؟ هنديها تقليبه. ومعلقتين كبار من الخل. طبعا الخل ينزل على الثوم، هي دي الطشه بتاعتنا. ما شاء الله بيدي ريحه جميله. وادي ليمون هنزل بيه هنا على المكونات دي. وبعد كده هنضيف ايه؟ بعض من التوابل. هنا ادي كوبايه ميه الاول حطيتها عشان الخليط ده كله يغلي مع بعضه. انا مش محتاجه منه حاجه غير كده. هحط بقى التوابل واسيبه يغلي. كوبايتين ميه على الفلفل والثوم بس كده. اهي كملت كوبايه الميه التانية.
انا عارفة ان الفيديو طول معاكم، بس معلش هو الكشري المصري تكاته كتيرة شوية. دي معلقة صغيرة من الكزبرة على معلقة كمون، اهي، وادي نحط الملح بتاعي، نظبط الخليط معاه، واقلب ده كله يا دوب يغلي، بس هطفي عليه كده الدقه بتاعه الكشري بتاعتي تبقى جاهزه. ادي الدقه وادي الصلصه اهي، ما شاء الله، شوفوا لونها بقى عامل ازاي، خطيره وقوامها جميل جدا يا جماعه. هنا نسينا نضيف في الاول معلقه كبيره من السكر، دول معلقتين صغيرين مش مليانين، علشان بس يعادل الحموضه اللي في الطماطم. شايفين قوامها ولونها ما شاء الله جميل ازاي، وطعمها كان رائع يا جماعه. ادي الدقه اهي غليت، وقمت طفيت عليها، بحطها بقى في الطبق بتاعي اللي هغرف منه. صلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. بالشكل ده تمام. وادي الصلصه ما شاء الله برضو قوامها جميل، لا هي خفيفه قوي ولا تقيله قوي. هحطها بقى في السلطانيه، واللي يحب يزود. وبألف هنا وشفاء ان شاء الله. الرز بتاعي اهو ما شاء الله مفلفل، مش معجن ولا حاجه. طبعا انا في العادي بغرف لكل واحد طبق لوحده، بس هنا عشان التصوير يعني عامله لكم في طبق كبير عشان تشوفوا شكله، بس كده. وادي المكرونه برضو زي ما شاء الله، زي ما انتم شايفين اهي مفلفله، مخاصمين بعضهم مش مترابطين ولا حاجه، ما شاء الله. وادي الكشري بتاعنا خلص. الرز عليه المكرونه، في ناس بتعمل عدس بجبه لوحده، انا بحب اضيفه للرز بصراحه، بيخلي طعم الرز جميل. وادي البصل المتحمر هرشه كده على الكشري بتاعي. طبعا انا حاطه الاطباق اللي جنب الكشري دي عشان اللي يحب يزود، بس سواء بصل، صلصه، دقه، اهو بالشكل ده. هنحط ايه؟ هنحط الدقه الاول، ونخلي بالنا لان الدقه حاميه يا جماعه، اللي ما بيحبوهاش مشطشطه ما يحطوش الفلفل السبايسي. وهنا بقى هنحط الصلصه، ما شاء الله انا بوريكم القوام بتاعها. دايما الصلصه في ناس بتعتقد ان هي توم بس، لا انا حطيت بصله في الاول وكان ما طعمها جميل ما شاء الله، مش مغير طعم الصلصه ولا حاجه. برضو حاطه صلصه قليله عشان اللي يحب يزود، بالشكل ده. أكلة جميلة ولذيذة جدا، أتمنى إن هي تعجبكم وتنال رضاكم، تكونوا استفدتوا منها إن شاء الله. شايفين شكله عامل إزاي؟ بسم الله ما شاء الله، طعمه هايل يا جماعة. أتمنى إن انتوا تجربوه، وأشوفكم في فيديو جاي بإذن الله. هنا بوريكم بقى إن ما شاء الله كل حاجة مفلفلة، وشكله ما شاء الله وطعمه جميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.